هو يا حلوين، كل سنة وانتوا طيبين. عيد سعيد عليكم كلكم يا رب. النهاردة هعمل معاكم الكحك بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وطعمه اوعدكم انه هيكون خطير فعلا، وهعتمد الطريقة دي طول عمرك. سهلة قوي وخطواته بسيطة وطعمه وريحته قلب الدنيا كلها. هسيب لكم المقادير كلها والمكونات تحت الفيديو تقدروا تشوفوها. ما تنسوش شير ولايك عشان يوصل لكم كل جديد، وفعلوا الجرس كمان. يلا بينا ندخل على الطريقة على طول. اهم حاجة في الكحك جودة كل حاجة. لازم السمنة تكون بلدي ونضيفة جدا، ولازم الدقيق يكون كويس قوي. انا استخدمت هنا دقيق الحلويات اللي هو بتاع البسكوت والكحك. ده بيستخدم سمنة اقل عشان تبقوا عارفين، اقل من العادي. انا حاطه لكم صورته كمان في الفيديو. اهم حاجه تستخدمي مكونات صح. اول حاجه هاخد السمنه واحطها في حله او في طاسه واسيبها لحد ما تسخن. انا بعمله سخن، لازم السمنه تسخن خالص. بعد كده هحط نص كميه اللبن واحط عليها معلقه سكر واحط عليها الخميره وهسيبها في جنب شويه تخمر. دي خطوه مهمه. هقلبهم كويس واغطيها وهسيبها في جنب على ما احط مكونات الجافه. في الدقيق في النص هحط السمسم ورشة الملح وريحة الكحك والبيكنج باودر هحطهم، وشوية من سكر البودرة، وهقلب المكونات دي كلها على بعض. ريحة الكحك انا مستخدمة نوعين، نوع سائل وريحته خيال بجد، ده اقوى ريحة في العالم بتاعت السائل، وكحك باودر وقصدي وريحة الكحك الباودر. قلبتهم مع بعض والسمنة شايفين بدخنها ازاي. اول ما بتقدح معايا وبتسخن خالص ببدأ انزل بيها على الكحك، ونبدأ حاجة اسمها نبسه، يعني نمسك الكحك. بس خلي بالك في المرحلة دي عشان بيكون سخن قوي. قلبيه شوية بالمعلقة، اول ما يهدأ على طول بايدك ما بين ايديكي الاتنين وتبدأي تفركيه جامد. لازم تشربي الدقيق كله السمنة، لازم يشربها كويس قوي، ما تلاقيش اي لون ابيض والسمنة كلها تدخل جوه الدقيق. دي اهم خطوة. شايفين بفركه ازاي؟ مفيش اي حاجة تبقى بيضة كده، يبقى كله شارب سمنة كويس جدا. دي اهم خطوة يا جماعة، لازم تعملوها بتركيز كويس قوي. بس وخدي وقتك فيه. كده الخميرة بتاعتي تمام واتظبطت واتفعلت. هنزلها على الدقيق وهبدأ اقلب وازود بقى بقية اللبن، وهنلم مش هنعجن. تبدأي بس تقلبي وتضغطي كده لحد ما الدقيق كله وتلاقي العجينة بقت ناعمة وسلسة في ايدك. وكل شوية جربي كده واعملي تيست لحتة من الكحك، لو لقيتيها ضغطي عليها ولقيتيها شققت يبقى هي كده مش نافعة، لسه محتاجة سوائل او محتاجة سمنة. فانتي حاولي تمشي على المقادير اللي انا عاملاها بالظبط، هيطلع معاكي مظبوط جدا ومفيهوش اي غلطة. لا هيحتاج لا يحتاج سوائل زيادة ولا يحتاج سمنة زيادة، بس امشي على المكونات بالظبط. بصي عملت لها اختبار اهي تاني. بصي مظبوطه جدا ازاي، هوريكم دلوقتي. بتعمليها كده وبتضغطي عليها من النص. بصوا مفيش ولا كسره ولا تشقق ولا اي حاجه. كده العجينه بتاعتي تمام وغطيتها، وهبدا اعمل الملبن. بجيب سمنه واحط معاها سمسم وبقطع الملبن. الطريقه دي بتخلي الملبن جوه دايب، وبيبقى بتاكليه كده ما بتحسيش ان فيه كور وانه ناشف بيقرمش ولا يفصل من العجينه ولا الكلام ده خالص. كده بيبقى مظبوط معاكي وطعمه يجنن. وبحط عليه نقطة من ريحة الكحك كمان، بسمنة وسمسم ونقطة ريحة الكحك والملبن. هقلبهم على نار هادية جدا مع الضغط عشان افك الملبن. واول ما الملبن يفك معاكي هتمسكيه وتعمليه كور. ما بياخدش وقت اصلا، بس صدقوني بتفرق جدا الخطوة دي يا جماعة، لازم تعملوها. ما تعملوش الملبن كده على طول كده، هيطلع ناشف وهيفصل. بصي باخد كورة والفها. اعملي بقى عشان ايه المقاس اللي انت عايزاه جوه الكحكايه بتاعتك، حسب المقاس برضو اللي هتعمليه. تحطي الطبق جنبك وتاخدي من هنا وهنا كده جاهز. هبدا امسك الكحك واحطه على طول في الصينيه. اعمله دي الصينيه اللي هدخل فيها الفرن. هاخد الكحك واقسمها بقى كور صغيره كلها قد بعض. اهم حاجه يكون قد بعض. انا جبت البسطرمه العاديه عملت بيها شويه، وعملت بالمناش، يعني اللي انت شايفاه اسهل ليكي اعمليه. تعمليها في النص كده فتحه،
وتبدأي تعملي على طول، تدخلي جواها الملبن وتقفليها كويس قوي عشان ما يسربش الملبن منك بره، وبس، وتحطيهم جنب بعض وتبدأي تنقشي. طبعا انا دول عملتهم بالبصامه، وهعمل بعد كده بالمنقاش. بصي بقفل عليها ازاي. اهم حاجه الخطوه دي يا جماعه، وما تكونش كبيره قوي برضو، تبقى يعني في تناسق ما بينها الملبنيه والكحكيه عشان ما يطلعش منك بره. وشوفوا العجينه مظبوطه ازاي، ما فيهاش غلطه. شوفي وانا بنقشها دلوقتي هعملها ازاي. اهم حاجه نوع الدقيق، تستخدمي نوع فاخر متعدد زي الضحى مثلا، او تستخدمي الاحلى يعني والاحسن حاجه بتاع الكحك، بيكون حلو جدا وبيطلع الكحك مظبوط قوي. بصي هبدا استخدم المنقاش. حلو، انا بصراحه بحب النقشه دي قوي، بحب طريقه الكحك ده، بيبقى شكله جميل قوي وبجد بيفرح. بصي ما فيهوش غلطه ازاي، وما بتتقطعش ولا بتمسك في المنقاش ولا الكلام ده خالص، مظبوطه جدا. اعمليها انتي بالطريقه اللي انتي تحبيها. هعمل الكميه كلها واوريكم هنعملها ازاي. هعمل فيها ايه بعد ما اخلصها. دي بعد ما خلصت الكميه كلها، اهم حاجه تكوني مغطيه العجين عشان ما ينشفش منك على ما تخلصي الكميه كلها. واهم خطوه اللي بتفرق معاكي في الكحك فعلا انك تسيبيه يتخمر فتره طويله بعد ما بتعمليه في الصواني، مش وانتي بتعجنيه. انا بعجن وبعمل على طول، بنقشه على طول، ما بستناش عليه، وبسيبه في الصواني يرتاح. ساعات بس بعمله مثلا الصبح واخبزه بالليل، او ساعات اخبزه بالليل قصدي اعجنه بالليل، اعمله يعني واسويه الصبح. دي اهم حاجه بتفرق قوي. اول حاجه صواني ألمونيا عشان تفرق معاكي. تاني حاجه بتدخليه الفرن على درجه حراره 150 من تحت بس، وتكوني مراقباه يعني تفضلي بص عليه. اول ما ياخد لون ذهبي فاتح جدا من تحت كده هو استوى، وممكن تولعي من فوق دقيقتين بالظبط، ياخد لون خفيف جدا ويطلع حكايه ومظبوط جدا، مفيهوش فعلا غلطه. وتسيبيه في الصواني لحد ما يبرد بعد ما يستوي، وبعد كده تقدري تاكليه. هيطلع معاكي دايب وفي قرمشه خفيفه جدا، مظبوط يعني بجد مظبوط قوي، وطعمه حلو قوي. الملح كمان مظبط، يعني الملح عارفه بيظهر لك النكهه اللي فيه. بصي شكله بجد يجنن. انا حبيته اصلا من غير ولا سكر ولا يعني كلته على طول من حلاوته، وريحته فعلا حلوه قوي وبيدوب في بقك وانتي بتاكليه. بعد كده بعد ما بيبرد بتقدميه بقى بالسكر البودره وخلاص، وكده تمام معاكي جاهز. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، صدقوني سهل جدا، واعملوه، فرحوا ولادكم، فرحوا البيت. ريحته حلوه، حتى لو هتعملي كيلو واحد في البيت، مناسبه زي دي ما تفوتيهاش بجد. شكله حلو وريحته حلوه وطعمه حلو وسهل جدا. استنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، واشوفكم على خير. كل سنه وانتم طيبين. باي.